نحييكم واهلا بكم من جديد. عندي توضيح على التوضيح، لاني انا قريت شو اجاني توضيح. ما واحد التوضيح بيقول الحديث انصر اخاك ظالما كان او مظلوما هو حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس للامام علي. ف هذا يعني هيدا التوضيح اللي اجى، ولكن انا ما ذكرت كان بناء على رساله وصلتني، ولست انا من قال هذا الكلام، رغم انه هذا التوضيح اللي قلته هلا لا يتناسب ابدا مع مضمون الفقره اللي جايه، ولكن بعتذر انه ثاقبوا بنفس الفقره، لانه كان من المفترض انه نوضح. الفقرة التالية هي موضوع ميا خليفة اللي شغلت لبنان والعالم العربي ويمكن العالم. ميا خليفة اللي شغلت الرأي العام وطايرت شظاياها وصولا للبنان. الإساءة ما شملت بس لبنان، إنما أيضا دقت بمقامات ومقدسات دينية، مع إظهار هالفتاة ليقال إن من أصول مسيحية اعتنقت اليهودية، ارتدت الحجاب لتأدية أدوار جنسية فاضحة. اليوم وبعد بحث مطول حول مين هي ميا خليفة، تبين لنا أمور كثيرة، من أهمها إنه من يرعاها هو مواطن من أصول سورية اسمه فراس أنطون، وآخر يهودي يقال إنه تجوزها وهو دربها على هذا العمل، واثنيناتهم اشتغلوا على الموضوع، إنه صارت صورة أو ظاهرة بورنو، يعني بتأدي أدوار وأفلام جنسية. يقال انه تم الشغل على هالموضوع لانه اثنين اللي تبناها واللي تجوزته عندهم كره كتير كبير للبنان وللمسيحية وللإسلام، وكان في منهم إصرار لتشويه الصورة وصورة العرب ككل. إلى أي مدى هذه الأحاديث صحيحة؟ إلى أي مدى هذه المعلومات صحيحة؟ نحن دخلنا بعملية بحث طويلة وشاملة، قدرنا نحصل على كتير معلومات ووثائق، وساعدنا بهذا الموضوع أيضا تحقيق نشره موقع التحري من خلال من فترة يومين، كمان يمتلك معلومات حسينا أنها تتطابق في مكان ما مع ما نمتلكه نحن أو ما توصلنا إليه من معلومات. خلونا بالأول نشوف هالتقرير، وبعدين خلينا نحن نخبركم شو توصلنا له عن حقيقة ميا خليفة. بعد ميا خليفة النجمة الإباحية محتلة بأخبار المواقع الإلكترونية، وآخرها خبر عن زيارة لإسرائيل بدعوة من وزير الاقتصاد الإسرائيلي يلي سبق وغازلها لميا علنا. موقع التحري كان له سلسلة تحقيقات عن ميا، وكشف إنها تلقت تدريب مكثف تتصير نجمة إباحية، وإنها كانت تعاني من عدم ثقة بالنفس بسبب وزنها يلي كان 82 كيلو. جنسية ميا كمان لاقت اهتمام كبير، ونشر أكثر من موقع أخبار بتأكد إنه ميا لبنانية وإنها هاجرت مع عائلتها سنة 2000، ولكن أحد الأشخاص دعانا للتدقيق بالموضوع، فحطينا اسمها على جوجل وبين معنا رابط بيذكر اسم ميا خليفة تحت خانة نجمة إباحية هندية. ب 15/44 لفتنا خبر ورد على موقع ناشونال بوست الإخباري بيقول انه موقع بورن هاب يلي توج ميا النجمة الإباحية الأولى مملوك من موقع مايند جيك اللي صاحبه فراس أنطون من الجنسية السورية. للتدقيق أكتر زرنا صفحة فراس على الفيسبوك ولقينا انه فراس معرف عن نفسه على انه CEO لهالموقع. وبالزيارة لموقع بورن هاب بتلاقي انه عدد الفيديوهات الخاصة بميا قليلة، وبالتالي بينطرح سؤال كيف ميا النجمة الإباحية الأولى بأرشيف هالقد بسيط. واكتر من هيك لاحظنا انه موقع بورن هاب ناشر الفيديو يلي لابسه فيه ميا الحجاب اكتر من مرة وتحت اكتر من عنوان وبصور مختلفة، وكأنه مقصود التركيز على هيدا الفيديو بالذات. هيدي المعلومات ممكن تكون مفتاح بفسر كل المصادفات الغريبة يلي انرسمت حول اسم ميا. لبنانية، أمريكية، إسرائيلية أو هندية،
شو ما كانت جنسية ميا مش مهم، المهم نعرف شو المخطط من وراها وشو الهدف من كل هالتسويق يلي عم ينعمل لها، ومين المستفيد من التركيز على إقحام اسم لبنان والحجاب بصورة ما بتشبهن أبدا. ساندي عيسى مديرة موقع التحري، مساء الخير. مساء الخير توني. طبعا موضوع ميا خليفي نحن تجاهلناه بالاول وما حبينا نفوت فيه لانه ما كنا حابين نسوق لهذه الظاهره السيئه، ولان كان عندنا شك بانها ممكن تكون لبنانيه. نحن كان عندنا بالاول شكوك انها ممكن تكون من جنسيه اخرى تنتحل الصفه اللبنانيه، خصوصا انه بلش يبين بعد شوي حدا بيقول لك انها اردنيه، يعني شخصيه ثانيه انها اردنيه، شخصيه ثالثه بيقولوا في وحده ثالثه هي سوريه او هي من دول المغرب العربي. يعني بلشت مثل ما بيقولوا مسبحه وكرة يعني بهيدا الموضوع. ولكن نحن تاكدنا انها لبنانيه، يعني التأكد للأسف، يعني للأسف وأنا بأكد لك إياها إنها لبنانية. شو بتمتلكي معلومات جديدة غير اللي عرضناها؟ نحن موضوع ميا لما طلع بترويجه إنه نجمة مواقع الإباحية نعم. وأصلها لبناني، يعني أنا شخصيا استفزني هذا الموضوع. يعني نحن اليوم عم نروج لموقع عم بفوتوا عليه أطفال، عم بيلاقوا اشياء. يعني أنا حسب تواصل الناس معي يعني عن جد شيء كتير بزعل. يعني في مرة حكيتني من يومين عم تبكي إنه بنتها سمعت بهذا الموقع عبر وسائل الإعلام وفاتت وحكيت عن شخصية كرتونية يعني هي محببة لها لعمرها، فاتت لقيتها عم بتمارس يعني أفلام إباحية. يعني هذا شيء كتير خطير، ولد بهذا العمر إنه يشوف أفلام إباحية. اليوم هيدا الولد ما تكونت شخصيته، ما تكونت هويته الجنسيه، يعني اليوم هيدا بيخلق له شذوذ، بيخلق له اضطرابات نفسيه. انا حرصا مني على هيدا الموضوع، وبعد ورود عده اتصالات لموقع التحري قدرنا نعمل رصد عن ميا، وقدرنا نقول في وراها في وراها جهاز موساد اسرائيلي، ونحن عندنا مواقع من خلال جوزها، ما هيك؟ يعني جوزها بس المعلومات اللي بينت صاحب المواقع جوزها منه يهودي، جوزها امريكي يهودي امريكي يعني بالاصل لانه بالجيش الامريكي. نحن هي معلومات موثوقه، بس انه ممكن يكون من بس بالجيش الامريكي، يعني من الطائفه اليهوديه وله ارتباطات يعني اكيد، يعني اكيد وهو اللي شغالها هيدي الشغله. المواقع كلها بيمتلكها فراس انطون اللي هو يقال انه من اصول سوريه، ولانه ميا ما بتظهر الا على المواقع اللي هو الاونر تبعها، يعني اللي هو مالكها. تونيا انا بدي خبرك شغله، انا عندي كثير مواقع لميا، مش بس هيدا الموقع. نعم. بقدر اطلع روجهم، بخلي الاولاد يفوتوا عليهم. عندي كثير مواقع لميا، ونحن عندنا فريق بحث ورصد. يعني من اول ما نزل ميا، وهيدا الشيء كان كثير خاطئ، ينزل خبر انه نجمه الافلام الاباحيه كانه انجاز لبناني، يعني انه اصلا ما هو الهدف هن عم بيسوقوا الهدف. ما هو يعني الهدف انه تصير هيك. مزبوط. يعني الهدف مثل ما قلنا مزبوط. الهدف انها بنت لبنانيه اولا مسيحيه، مزبوط، ثانيا استعملت الحجاب، اكيد، يعني استعملوها لابسه الحجاب للمس بالشعائر الدينيه وعملت مشهد تمثيلي. نحن من خلال رصدنا للموضوع يعني اليوم في عندها احترافيه، عندها تدريب، متلقيه تدريب ميا، وخضعت لعمليات تجميل عديده. مزبوط. وهي كان عندها عقده نفسيه من وزنها. مزبوط. اجت على لبنان هي من حوالي 4-5 سنوات، وانا بعطيك معلومه وهيدي نعم. معلومه موثوقه. اجت على لبنان هي؟ نعم، من 4-5 سنوات اجت قعدت شهر بلبنان. والمعلومه الموثوقه واللي بقول لك اياها وانت هيدي بتطمنك انه منا من بيت خليفه، من عائله ثانيه، ومن ضيعه بالشمال. لا تخبرك شغله وانا يعني ما شملني التنكيت معها، يعني هاي النكته انه اقول خليفه بتنزل لك بركي شاورما خليفه، لا بتنزل لك 100 خليفه، اذا ما وزعتها بينزل لك طوني خليفه. توني طمن منا من بيت خليفه، وانا بعرف مين من اي عائله، بس نعم. انا بتحفظ اقول، لانه انا وعدت الاشخاص اللي اعطوني المعلومه انه انا حافظ على السريه، وانا بتحفظ اقول مين. ونحن بنعرف نتحفظ كمان للاسف. هي اسمها ساره، كشفها موقع التحري، يعني اسمها عائلتها مستاءة جدا 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 من هذا الموضوع، وعائلتها بحملوا زوجها المسؤولية انه انغرمت فيه، هو اللي نزعها، هو اللي لخبرك اكثر. عائلتها كثير عائله محافظه، يعني نعم. انا بعرف عن عائلتها كثير، مزبوط وملتزمه كثير كنسيا، وكانت كل احد تروح على الكنيسه، ومن ضيعه بالشمال، يعني من ضيعه بالشمال بتعرف الضيعه نعم. في ضيعه بالشمال كثير محافظين، يعني انا ما رح لمح. للاسف انه تورطت هي طلعت طلعت منهم لانه راحت على امريكا، وهونيك نعم. الاباحيه عندهم هيدا الشيء مشروع. انا حبيت وحب كثير، وانا كثير بشكرك، انا بوجه لك تحيه انه قدرت تحكي معي عن هذا الموضوع، لانه موضوع خطير. يعني اليوم نحن شو بدهم يسوقوا الاباحيه عنا بلبنان؟ بدهم الاباحيه تصير امر عادي ورائج يعني؟
لما بتتكرر هالامور نحن بنظرنا صورة الفتاة اللبنانية وصورة المجتمع أكيد. اللبناني، أكيد. صورة المجتمع العربي ككل، ومثل ما في أفلام بورنو كانت تستعمل زي الراهبات والإخواني وارتداء الصليب، اليوم عم بيعملوا كمان شيء مواجه بدي أسألك لارتداء سؤال، شو عمود المجتمع؟ عمود المجتمع شو؟ العائلة. مزبوط. اليوم انت اذا بتفوت وبتحط خلل بالعائله ومن ناحيه الانحراف الاخلاقي، العائله ما بتهتز؟ اليوم ما بتهتز ايامنا نحن واخلاقنا اذا بيقدروا يدسونا طيب انه انت ممكن تعلني عن كل هويه مياه، بس لما تتوافر كل الشروط نحن بنكون معك ساعتها اكيد، وانا متعاونه اكيد بالموضوع، لانه كمان وانا بطالب بما يعني اظهار حقيقه هيدي البنت تحديدا يخدم اهلها، انه كيف تورطت هي البنت ولا علاقه لاهلها ولا اسرتها ولا مجتمعها. تبروا منا اهلها. نعم بالنهايه اهلها تبروا منا، بس قد ما يتبروا بعدها عم بتشكل لهم قليل ساعه. اكيد. انا بدي اتشكرك ساندي، شكرا لك، تحيه شكرا على اهتمامك بالموضوع. للوالده اكيد قولك بيصدقوا المشاهدين من امك؟ ما بعرف، انت شو رايك؟ انا اول ما تعرفت عليها ما صدقت انه امها بتكون زميلتنا غادة عيد. ما لما اتصلت فيها هنا لخبرك اتصلت فيها هنا وقالت لها بدنا اياك تطلعي معنا، قالت لهم انا بنتي هي المستلمه الموقع والموضوع. فالمثل بيقول طب الجرة على تمها تطلع البنت لامها. شكرا لك. شكرا لك توني مع اهتمامك بالموضوع. اكيد لا طبعا انا بعتذر عن كل الفقرات اللي ما قدرنا قدمناها الليله، خصوصا فقرة ما حكي عنه بتحرش الجنسي. نحن وقفنا الفقرة عمدا لأنه في معطيات كثيرة ظهرت خلال الفترة 24 ساعة الأخيرة، ما حبينا ندخل بموضوع نسبب إساءة لأي حدا قبل ما تكون كل المعطيات موجودة بين إيدينا. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء بإذن الله بالحلقة المقبلة. تصبحوا على ألف خير.